طيب بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بمناسبة إن شهادات ال25% نزلت، وإن المفترض إن أنت لو شركات شغالة وبتاخد قروض من بنك، فإحنا عايزين نغطي التكلفة دي، وهنشوف البنوك هتدي قروض لمين وإيه اللي هيبقى مناسب، بحيث إن هو على الأقل يبقى 30% أوفر. آه، ده اللي يكون الريت المناسب للبنك عشان ياخد عشان يدي قروض للشركات المستثمرة. طيب تمام. انا عندي هنا عملت 4 شركات، 4 فاينانشال ستيتمنت، بالانس شيت وانكم ستيتمنت، ال4 شركات زي ما انت شايف. اوكي. البنوك لما بتيجي تحلل، لو انت شغال في بنك وشغال في الكريدت سكور او كريدت لونز او ريسك اناليسيس مثلا للكريدت سكورز، فانت بتهتم ب4 ريشيو مهمين جدا. ايه هما؟ في حاجه اسمها ليكويديتي ريشيو، والبروتافيبيليتي ريشيو، والسولفنسي. ايه الثلاثه مختصرا كده؟ ليكويديتي ريشيو، الشركه عندها كاش قد ايه، الجنريت كاش عندها في الكرنت اسيتس كاش قد ايه، ودي ليها ريشيوهات معينه هنقولها دلوقتي. البروتافيبيليتي هي الشركه دي بتكسب ولا بتخسر، ما ممكن يكون عندها كاش بس بتخسر. تمام. كانها مش تعرف جنريت كاش، هو هتبتدي انها تاخد من الفلوس اللي عندها، فبالتالي هيحصل لها سولفنسي في الاخر وممكن تقفل. تالت حاجه اسمها سولفنسي. السولفنسي دي هي الشركه الكريدت ريسك بتاعها، هل الشركه دي واخده قروض طويله الاجل؟ يعني مثلا انا واخد كارد او عندي كاش، بس عندي قروض طويله الاجل مش في الكرنت لايبيليتيز، لا ده هي في الاذر كرنت لايبيليتيز، محتاج ان انت تسجلها على فتره طويله. وطبعا الاهم من ده كله حاجه اسمها التايم انترست. هو دلوقتي لما البنك بيديك فبياخد فايده، فانت الكاش جنريت بتاعك او الانكم ستيتمنت بتاعتك البروفيتابيلتي قبل التاكسس والديبريشيشن والحاجات دي، هل بتغطي كام من الانترست اللي البنك بيديها لك، للبنك بياخدها؟ يعني مثلا لو انا باخد من البنك مثلا كارد، ومثلا بسدد له مثلا 500,000، فانا مثلا عندي مليون، بصفر الربح قبل الاهلاكات وقبل التاكسيشن مليون، فمعنى كده انها بتغطي التايم انترست دي مرتين. طيب تمام. خلاص. طيب نخش كده. انا طبعا مجهز المعادلات اوريدي عشان بس ما ناخدش وقت كتير. طيب انا عندي هنا ادي الكرنت اساس، وادي البالانس شيت متظبطه كلها والدنيا تمام. فعندي هنا حاجه اسمها ليكويديتي ريشيو. ايه الكويديتي ريشيو؟ في حاجه اسمها الكرنت ريشيو. كرنت ريشيو عباره عن كرنت اسيتس على كرنت لايبيلتي. هحسب لك واحده بس كده. بتجيب ادي التوتال كرنت اسيتس، بتقسمها على الكرنت لايبيلتي. ده في مع ده ريشيو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الكرنت اسيتس بتغطي الكرنت لايبيليتي، فبيقول لك هنا مره. تمام. نفس الكلام لو انت شدته بالمعادلات بالعرض، خلاص، فانت هتوصل هنا لحد كومباني 2. طب انت البنك انديكيتور ريشيو ايه؟ بيقول لك البنك انا عشان اقبل الريشيو ده فبقول لك 1.5. 1.5 ده اقل ريشيو، يعني اقل حاجه ممكن تقبلها. فانا هنا بعمل هنا هايلايت واقول له ليس ذان 1.5، علمها لي بالاحمر. فاوريدي قال لك ال3 شركات دول وقعوا في الريشيو ده، وعندي 1.99 هو بس الشركه اللي هي كومباني 4 دي زادت. تمام. طيب الكرنت اسيتس بتقول لك ايه؟ في حاجه اسمها كويك ريشيو. ده بقى بيقول لك ايه؟ ان انا لا مش هاخد، لو عندك اكونت، لو عندك انفنتوري ممكن ما تسيلوش، فانا عايز اخد حاجه سيف. السيف ده عباره عن ايه؟ بيقول لك اللي انا باخد الكرنت ريشيو هو عباره عن الكاش. لو انت بصيت هنا ادي الكاش زائد الاكونت ريسيفبل، لا لو افيلبل فور سيل، زائد الاكونت ريسيفبل. ولو عندك اوراق قبض البريبيد اكسبنس والحاجات التانيه ما بتاخدهاش في الحسبان، بتقسمها على الكرنت لايبيلتي. تمام. فهنا طلع لك 64. نفس الكلام هتشد المعادله على الباقي هيطلع لك 1.40. طب البنك هنا الريشيو المقبول بتاعه 80، فبما ان اقل من 80 علمه لي بالاحمر زي ما انت شايف كده، فال3 شركات وقعوا ما عدا الشركه دي. طيب ايه الكويك ريشيو او الكاش ريشيو؟ ده انا بقول لك لا، حتى الريسيفبل انت ممكن ما تحصلهاش، فانا عايز منك بس اللي انت تحصل لي الحاجات اللي تقدر تحولها لكاش. فانت لو بصيت هنا هتلاقي الحاجات تقدر توصلها كاش للكاش افيلبل فور سيل، لو عندك اوراق استثمارات ماليه، وعندك الكاش الموجود عندك في البنوك، وتقسمها على الكرنت لايبيلتي. قال لك كام هنا؟ 27، 23، 29. قال لك الريت المقبول كام؟ 30. اقل من كده كله وقع. طيب يجي عند الوركينج كابيتال. ايه الوركينج كابيتال؟ بتقول والله الكرنت اسيتس ناقص الكرنت لايبيلتي. لو رحت كده وبصيت هتلاقي ان الكرنت اسيتس ناقص الكرنت لايبيلتي تلاقي لك كام؟ تلاقي لي سالب 569. يعني معنى كده ان التزاماته اعلى من الحاجات يعني الالتزامات اللي عليه اكتر من الكاش اللي معاه. نفس الكلام في كله ما عدا الشركه اللي هي نمبر 4 دي، هتلاقيها بصيت كده لو رحت لها هتلاقيها ان الاسيتس بتاعها اكتر من اللايبيلتي، او 219 و215.
معنى كده ان الشركه دي شغاله زي الفل. طيب ننزل كده تحت نبص. طيب انت كده قلت المينيمم بتاعك 50 كبنك، فكل بالتالي كله ترجك هو بس كده، فتقول دي وين. فالبورتفوليو الليكويديتي ريشيو شركه 4 هي اللي كسبت. طيب خش على اللي بعده. بيقول لك هنا في البورتفوليو دي بقى بتشتغل على الانكم ستيتمنت، الحاجات الانكم ستيتمنت بتاعتها. فلو انت بصيت هنا بيقول لك الجروس مارشن ريفيو، بيقول لك النت سيلز ناقص الكوست اوف جود سولز اللي هو ده ناقص ده، بيطلع لك كام؟ ده لو انت قسمت ده على ده هيطلع لك كام؟ 50%. اوكي. طيب فهتقول له هنا باخد انا الريشيو بتاع كل واحده من دول، هنا 50% هنا 40 زي ما انت شايف كده ايه، هتمشي بالعرض لحد ما تجيب كل ايه الحاجات بتاعتها. طب الانديكيتور المقبول بالبنك كام؟ قال لك 40%، مش هقبل اقل من كده. فهنا الشركه واحد واثنين خسرت، مع طب وثلاث كسبت واثنين وثلاثه خسرت. ايه ده؟ طب معنى كده معنى كده ان الشركه اربعه رغم انها عندها بروفيتابيلتي لكن وضعها المالي في حته الفاينانشال ستيتمنت بص كده مش قد كده. بيبيع كوست اوف جود سولد بتاعتها 20% من نت سيلز. الراجل بيعمل كوست ريدكشن، يعني ما بيبيعش زياده، التكلفه عنده عاليه، فدي كده ايشيو ظهرت في شركه اربعه. طيب نخش على اللي بعديه الاوبريشن انكم. ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك هات لي الاوبريشن انكم واقسمه على النت سيلز. ايه هي الاوبريشن انكم؟ انت عندك الجروس بروفيت وعندك شويه اكسبنسز ثانيه، فطلع لك ايه؟ ادي الجروس بروفيت بتاعك 45%، فبتاخد الريشيو هنا تحطه 45%، تمشيها على بقيه الحاجات. قال لك البنك بيقول لك انا ما بقبلش بالريشيو ده اقل من 35%، فاقل حد من 35% هيسقط، فبالتالي شركه 3 و4 برضه سقطت. طيب نت بروفيت مارجن ده عباره عن ايه؟ النت انكم على النت سيلز. ايه النت انكم؟ ادي النت انكم على النت سيلز. لو قسمت ده اهو، لو عملت قسمت ده على ده هيطلع لك 25%، فهو صافي الربح بتاع اللي تقبله الشركه خلاص يعني بعد كل حاجه 25%. فبيقول لك البنك بقى عشان الريت بتاعه عالي فانا عايز 32%، ما هو ممكن ياخد منك ويحصل 30%. فهنا بص الريشيو ايه اللي حصل؟ كل الشركات وقعت. طيب نخش على التايم اللي بعديه، حاجه اسمها تايم انترست ريت اللي انا لسه بقول لك عليها. انت بتكفر قد ايه في التايم انترست بتاعتك؟ يعني اللي انت هو ده البنك بيقول لك انا باخد انترست مثلا 6% على القرض بتاعك، فهو هنا خد فعامل هنا كام؟ 137 154. فانت لو جيت هنا الايرننج بيفور تاكسس والديبريشيشن اللي هو الاكسبنس والتاكسس والديبريشيشن، فبتقسم ده على ده بيقول لك ان الناتج بتاعك هنا 16.67. يعني انت هتكفر الانترست اللي البنك بياخدها 16 وهنا 12 33 100 مره. طبعا كل الريشيوهات دي موجوده، فقال لك والله البنك عشان هديك 30% انديكيتور بتاعك، فبالتالي الشركتين بس دول اللي نجحوا. طيب تيجي هنا تعد بقى كده، هنا كده 1 2 3 3 ابيض 2 ابيض، هنا واحد ابيض واحد ابيض، فبالتالي 3 2 1 يبقى الشركه اللي هي رقم واحد هي اللي وين في بالنسبه البروفيتابيلتي ريشيو. طيب نخش على اللي بعديه. دي السولفنسي. ده شوف بقيس الملاءه بتاعت الشركه، هتقدر تسدد او عليها قروض طويله الاجل فممكن الشركه دي بعد كده تتعثر. فبقول له والله بحسبها ازاي؟ توتال ديبت، اسمها دي توتال ديبت توتال كابيتال. انا بشوف هنا ببص بقسم على الكلام شيت ده، نحط كده اهو، بيقسم التوتال دي الكرنت والنون كرنت بيقسمهم على الايكوتي. الايكوتي دي اللي هو حقوق الملكيه، دي اللي الفلوس اللي ليا عند الشركه ولو هتطرح اسهم في البورصه وعندي ريتين ايرنز خزانه كده عماله تحصل، فقال لك 11% وتمشي بالعرض. بص هنا 124%. 124% معناها لو انت بصيت عند الشركه رقم 2 كده، بص الرقمين دول هتلاقي ان الرقمين دول كبار جدا، عندهم لايبيليتي بمليون 500 مع ان الاسيتس مليون مع التوتال ايكويتي مليون و200. فايه اللي بيحصل هنا؟ انها عندها 24 في المره اوفر. فانت اي ريشيو اقل من 40 اكتر من 40% ما تقبلوش، فبالتالي رجك الشركه رقم 2. خش على اللي بعده. ديبت تو توتال ايكويتي. ده عباره عن ان انت بتقسم بس الكرنت ديبت، يعني تعالى كده نعمل ريموف ونروح برده ونشوف. بتقسم الكرنت اللايبيليتي اللي انت هتسددها في خلال السنه دي على التوتال ايكويتي بتاعك، على حقوق الملكيه اللي عندك، الفلوس اللي المفروض بتاعت الملاك عندك لو حصل سولفنسي. فبيقول لك والله اكتر من 25% البنك انا برجك الموضوع ده. فاوريدي كل الشركات جابت اقل من 25%، فبالتالي كلها اكسبتد. طيب اللونج تيرم ده، لو قلنا اللونج تيرم ديبت ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بقسم النون كارنت بقى اللي هو الاصول طويله الاجل،
القروض طويله الاجل او الالتزامات طويله الاجل، بقسمها على التوتال ايكوتي، فطلع لك هنا كام؟ 4%، 104%، 5%. الاكسبتبل بالنسبه للبنك كام؟ 10%. اي حاجه فوق كده بتترجك، فبالتالي الشركه كومباني 2 دي برضو ترجكت، باين عليها مضروبه بالنار يعني. طيب بعد كده هتقول حاجه اسمها ديبت تو توتال اسيتس. انت بتقسم لو مثلا انت خلاص هتصفي وهتبيع كل الاصول اللي عندك وهتسدد الالتزامات اللي عليك، الديبت توتال الديبت او الالتزامات اللي عليك بتمثل كم الاسيتس. فبيقول لك والله اقل اهو انا بقسم الماكسيمم بتاع 15. فلو جينا هنا شفنا رقم 1 10، فتمام. يعني انا لو روعت الاصول بتاعتي اجمالي هتسدد 10% من اللايبيلتي اللي عندي. دي عباره عن ايه برضو؟ عشان نبص كده، نروح هنا هيقول لك اهو توتال ده زائد ده بتقسمهم على توتال الاسيتس اللي عندك لو بعت بقى الانفستمنت والكرنت سيكيورتي وكل حاجه عندك. طيب طب ايه اللي ترجك هنا؟ 55% اللي هي كومباني 2، و96 وكومباني 1. طب بص هنا كده، دي السولفنسي بتاعتها عاليه، ونفس الكلام السولفنسي بتاعتها عاليه. انت كده خلاص عندك قرار، انت تاخد يا اما الشركه دي كومباني 1 او كومباني 4 والباقيين اترجكوا. طيب انت هنا بالنظر كده، لو انت تاخد انهي؟ دي شركه بروفيتابيلتي بتاعتها عاليه، بس دي الكوست بتاعتها فانت هنا تقول للشركه دي اللي هي كومباني 1 انا هديك الكارد بس بشرط ان انت تقلل الكوست اوف جود سولد. تمام. طب ما اديتش ليه الشركه الثانيه مع انها ستارت اب وجميل؟ هقول لك ليه، عشان الريكويديتي ريشيو اعلى في كومباني 4. فانت هنا بصيت على نقطتين، السولفنسي السولفنسي والريكويديتي ريشيو. طب ما البورتفابيلتي عاليه، ايوه تمام، بس دي ممكن تحصل لها سولفنسي مشاكل، عندها الكرنت ريشيو، عندها الليكويديتي في الشورت تيرم عاليه جدا، فممكن تحصل لها ديسكريبشن او تحصل لها افلاس او حاجه من الكلام ده. فانت تمام، فانت دلوقتي كانديكيتور في الموضوع ده، بما ان انت في كاش افيلبل كتير، فانا هختار كومباني 4. طبعا اللي بيحصل في السوق احنا عارفين موضوع ان لو مثلا 30% و25%، ال 25% في الشهادات معناها ان انت بعد كده لما تيجي تدخل قروض هتدي الشركات البنوك على الاقل 30% هتطلب منهم كمستثمرين. فالمستثمرين عشان خاطر يعدوا 30% على الاقل النت انكم بتاعهم لازم يعدي ال 50%. وطبعا ده هتعمل مشاكل في السوق، وما شاء الله على البلد الوسخه اللي احنا شغالين فيها، فربنا يكرمنا ان شاء الله ويكرمكم ربنا. شكرا. السلام عليكم.